بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأرض تتحدث عن الحق، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي أوصانا بنصرة المظلومين والدفاع عن المقدسات. حديثنا اليوم عن فلسطين ليست مجرد أرض على الخريطة، بل هي هوية وعقيدة وتاريخ حي لا يموت. إنها قلب الأمة الإسلامية، وهي القضية التي لم تغب عن وجدان المسلمين، فهي أرض الأنبياء وأرض الصمود والتحدي، وهي الموطن الذي يحكي قصة الإصرار والثبات. فلسطين ليست كأي أرض، فقد باركها الله وجعلها موطن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنها الأرض التي شهدت رحلة الإسراء والمعراج، حيث رفع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وجعلها موطنا لعباده الصالحين. أهل فلسطين ليسوا أهل سكان الأرض المباركة، بل هم رمز التضحية والصمود في وجه الاحتلال. شعب يواجه الأزمات والجهاد بإيمان قوي وثبات لا يتزعزع، فهم خير مثال على معنى التوكل على الله. كما قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مهما زادت المحن تجد الفلسطينيين يتشبثون بترابهم ويقاومون بأرواحهم من أجل الحق والحرية، بقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا ما يجسد حقيقة شعب لم ينكسر رغم الظروف القاسية. ما يحدث في فلسطين ليس مجرد نزاع سياسي، بل هو ظلم واضح وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. شعب يحاصر أطفال يولدون ليعيشوا تحت التهديد، ونساء تهجر ومنازل تهدم أمام أعين أصحابها. قال تعالى في وصف الظالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الاحتلال يحاول طمس الهوية، لكن يغفل حقيقة أن التاريخ لا ينسى، وأن الأرض تتحدث بصوت أصحابها، وأن كل ظالم سيأتي يوما يحاسب فيه. إن قضية فلسطين ليست مسؤولية أهلها فقط، بل هي واجب على كل مسلم أن يحملها في قلبه وينصرها بدعاء وكلمة وموقف. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبوا به عدو الله وعدوكم. ختاما، فلسطين ليست قضية عابرة، بل هي أمانة في أعناقنا، وهي قصة شعب صنع من الصبر قوة، ومن الألم عزيمة، ومن الاحتلال إرادة لا تنكسر. يقول الله تعالى: لتنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا وعد من الله أن الحق سينصر وأن النور سيبرز الظلام مهما طال الزمان. والآن نختتمها بدعاء لأهل غزة: اللهم إنهم يعانون الجوع والخوف والحصار، فارزقهم الصبر والقوة، وأطعم جائعهم، وآمن خائفهم، واشف جريحهم، وارحم شهداءهم، وأعد إليهم أرضهم ومنازلهم سالمين غانمين. اللهم احفظ أطفال غزة ونساءها وشيوخها وشبابها، واجبر قلوبهم والهمهم الثبات والإيمان، واجعل فرجنا قريبا لهم، فأنت القادر على كل شيء. اللهم عليك بمن ظلمهم وبطش بهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وشتت شملهم، وأطفئ نار عدوانهم، وأخذهم أخذا شديدا، فإنك العدل الذي لا يظلم عنده أحدا. اللهم اجعل صبر أهل غزة رفعة لهم، واجعل دموعهم دعاء مستجابا
وأجيب